5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. أثناء حرب تحرير الكويت كثفت الولايات المتحدة من طلعاتها الاستكشافية في المنطقة، ومن فوق هضبة مرتفعة من هضاب سلسلة جبال أطلس عند مدينة عين وسارة في ولاية الجلفة على بعد 146 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، نقلت أقمار التصوير الأمريكية مجموعة صور لمرافق جاري تشييدها أثارت انتباه خبراء المجتمع الاستخباراتي الأمريكي في واشنطن، فعكفوا على تحليلها وتبين أنها مرافق نووية. في ربيع العام نفسه أصبح المفاعل النووي الجزائري قضية رأي عام في واشنطن بعد قيام الصحفي الأمريكي بيل جيردز بنشر مقال في الواشنطن تايمز بعنوان الصين تساعد الجزائر لتطوير سلاح نووي. في بداية التسعينيات أصبحت الولايات المتحدة قلقة بسبب الطبيعة السرية للمفاعل النووي الجزائري السلام، ولم تكن تعرف ما الغاية من هذا الموقع. ولذلك في إبريل من عام 1991 اتهمت صحيفة واشنطن تايمز، وهي صحيفة يمينية معادية للصين ومنحازة ضدها، بمساعدة الجزائر على امتلاك أسلحة نووية. أولا المفاعل يعني وسارة متواجد فوق الأرض، يعني يتم رصده بأي قمر صناعي، من أي قمر صناعي بجوجل إيرث تستطيع أن ترى المفاعل عين وسارة، والدلالة الاسمية تدل على السلام، على أن المشروع البرنامج النووي الجزائري سلمي محض ولا إغراض سلمية. المفاعل النووي الجزائري اللي موجود هو ما بعتقد بشكل أي فرصة لتطوير الانشطار النووي لتشكيل بداية تشكيل سلاح نووي، مع أنه هذا حق مشروع للجزائر إذا بدها تمتلك السلاح النووي. أنا مع امتلاك أي دولة عربية بغض النظر عن طبيعة نظامها للتقنية النووية وللسلاح النووي ليشكل نوع من التوازن مع إسرائيل. عندما ننظر إلى هيكل مفاعل السلام لا يساورنا أي شك في أن هذا المفاعل كان قادرا على توليد البلوتونيوم الخاص بالأغراض العسكرية. الجزائر اقترحت بديل للتدخل العسكري من أجل تسوية سلمية للنزاع في الكويت. فعندما أمريكا منذ البداية كانت راغبة في التدخل العسكري، ومنذ البداية كانت منزعجة من المبادرات الدبلوماسية الجزائرية، فأثارت هذا المشكل للضغط عليها. في الأول من أبريل نيسان ربيع عام 1991 وداخل مقر السفارة الأمريكية في نهج الشيخ بشير في العاصمة الجزائرية، كان للسفير الأمريكي لدى الجزائر كريستوفر روس حوار دار مع شخص آخر أخفت الوثائق اسمه، لكن يرجح أنه أرجنتيني من السفارة الأرجنتينية قام بزيارة ودية للسفير روس الذي انتهز فرصة الزيارة ليحصل على أحدث المعلومات حول التعاون النووي بين الأرجنتين والجزائر.
وفي اليوم التالي بعث روس إلى الخارجية في واشنطن برسالة تضمنت تفاصيل ما دار بينه وبين تلك الشخصية المجهولة. جاء في هذه الوثيقة أن التعاون النووي بين الأرجنتين والجزائر أسفر في بداية الثمانينيات عن تشييد مفاعل النور للأبحاث، وأن 50 مهندسا وفنيا أرجنتينيا يعملون في المفاعل في إطار تدريب الجزائريين على إدارة المفاعل بأمان بدون مخاطر وبدون مساعدة خارجية. وينقل السفير الأمريكي عن محدثه قوله أيضا إن الجزائريين يدفعون للأرجنتينيين أجورهم فور تنفيذ المهام، وإن كلا البلدين يخضعان لضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس اتفاق ثنائي بينهما. سنة 1985 وقعت الجزائر عقد مع شركة إنفاب الأرجنتينية، عقد لبناء مفاعل نووي صغير متعدد الأغراض كهربائي حراري بقوة 1 ميجا وات، والذي أطلق عليه اسم نور، وهو مماثل للتفاعل النووي الأرجنتيني RA6، وقد تم بناؤه في مدة 18 شهرا فقط قبل أن يفتتح رسميا شهر أبريل 89. وطبيعة التعاون الأرجنتيني الجزائري في مفاعل نور هو تعاون تكنولوجي محض. يعود اختيار الأرجنتين لبناء مفاعل النور ببساطة إلى قلة المصدرين أو العارضين. كانت الأرجنتين إحدى الدول النادرة التي تصدر مثل تلك المفاعلات، إذن ليس مستغربا اتجاه الجزائر إلى الأرجنتين. الأرجنتين بهذيك المرحلة كانت طالعة من حرب مدمرة، هي حرب الفوكلاند، وكانت هذه آخر حروبها. فانفتاحها على دول الشرق الأوسط هو بيحمل نوع من الطموح لإيجاد علاقات دولية جديدة، لإيجاد أسواق جديدة لها، لإيجاد مخرج تطلع فيه من أمريكا الجنوبية ومن هيمنة أمريكا الشمالية، يعني الهيمنة الأمريكية. فالتقت بطلبات الجزائر وقتها اللي كانت عم تفتش كمان عن من يحقق لها هذه المشروع المفاعل النووي الأول اللي هو متواضع وصغير. أضاف السفير روس في برقيته إلى الخارجية الأمريكية نقلا عن محدثه من السفارة الأرجنتينية أن ثمة إشاعات ترددت حول احتمال الشروع في البدء بالبناء في السر لمفاعل نووي ثان في الجزائر بمساعدة صينية، وأن هذا المفاعل سيعمل على إنتاج النظائر المشعة، لكن لم يتوصل بعد إلى أي معلومة إضافية حول هذا المشروع. في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين تصرفت الصين بتهور وعدم مسؤولية في التعامل مع مشكلة انتشار التكنولوجيا النووية، وسواء أفعلت ذلك عمدا أم من دون قصد فإنها بذلك ساهمت في انتشار الأسلحة النووية. حين ذاك كانت الصين تعد بطلة ما سمي العالم الثالث، وقد اتبعت تلك السياسة للحفاظ على استقرار نظامها في صراعها مع الولايات المتحدة. ثم هكذا نفهم كيف ساعدت الصين الجزائر في بناء مفاعل ربما يستخدم في أغراض عسكرية. الجزائر وقتها عملت استدراج عروض دولية مشان إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية. بعتقد أن الصين كانت هي أسرع دولة جاوبت على الطلب الجزائري، وكانت بالنهاية العرض تاعها أرخص عرض وبتقنية متطورة مثل ما الشركات الثانية قدموها. فكمان بعتقد كان في وعد صيني بإنجاز الإنشاءات وإنجاز التشغيل تبع المفاعل النووي بسرعة المطلوبة اللي بترغبها الحكومة الجزائرية وقتها. ومن هون أيضا في العامل السياسي، لأن الصين بعد الطفرة الاقتصادية اللي وصلت لها أرادت أن تبدأ بإيجاد حضور سياسي دولي لها،
والأفضل شيء أنه تبتدئ نحو الشرق الأوسط مثل ما بيسموه يعني الوطن العربي. بشكل عام الولايات المتحدة قلقة من تزايد الوجود الصيني في إفريقيا عموما وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى خصوصا، ولكن دعني أذكرك بأن المصالح الأمريكية في إفريقيا قليلة جدا، إذ إن 2% فقط أو أقل من الاستثمارات الأمريكية موجودة في إفريقيا، كما أن تجارتها مع إفريقيا أقل من 2%. أكثر من 30% من التجارة الأمريكية أو 40% بحسب تقديرات أخرى، ولذلك نرى الاختلاف في اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة آسيا والباسيفيك مقارنة بإفريقيا. المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة في إفريقيا هي حفظ الأمن في منطقة الصحراء الكبرى، ومرة أخرى فإن الولايات المتحدة والجزائر وجميع بلدان المغرب العربي لديها المصالح نفسها. يقول السفير روس في برقيته إلى الخارجية الأمريكية إن محدثه نقل عن مصدر ثالث لم يحدده قوله إن المغاربة يبدون قلقا إزاء البرنامج النووي الجزائري، وإنه عقب بأن هذا القلق لا يستند إلى أسس حقيقية، مضيفا بأن الجزائر لا تمتلك في المرحلة الحالية الخبرة الكافية لبناء مفاعل نووي لأغراض عسكرية، وأن المغاربة على علم بذلك، إضافة إلى أن الجزائر لا تمتلك القدرة المالية لبناء مفاعل نووي جديد. تعتبر العلاقات بين المغرب والجزائر سيئة عادة، ونعلم على سبيل المثال خلافهما بشأن الصحراء الغربية، وبناء عليه ليس غريبا أن تخشى المغرب احتمال هجوم نووي من قبل الجزائر. بعد استقلال الجزائر دول الجوار رفضت الحدود المرسمة من طرف المستعمر الفرنسي، حتى أنه كانت حرب بين الجزائر وكما هو معلوم حرب الرمال في 63 بين الجزائر والمغرب، وذلك الأطماع المغربية في الأراضي الجزائرية. في تونس مثلا لم ترسم الحدود إلى سنة 87. كل هذا يجعل دول الجوار تتخوف من البرنامج النووي الجزائري. طبعا الجزائر قوة جهوية لا نقاش فيها، تريد أن يكون لها وزن، ولكن لا أعتقد أنها تريد الهيمنة أو تريد فرض آرائها عن طريق القنبلة النووية. هذا من المستبعد. أعتقد أن المشكلة الرئيسية ليست في البرنامج النووي بل في الأسلحة التقليدية، إذ أن الجزائر تستورد أنظمة أسلحة متقدمة من روسيا، معظمها دفاعي وليس هجوميا، ولكنها وقعت منذ عام 2006 عقودا بقيمة 7,500 مليون دولار لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي S-30,045. هذه الأنظمة متقدمة جدا وربما تكون أكبر مما تحتاج إليه الجزائر، فلماذا إذن تبني هذه الترسانة؟ وهذا يخلق الخوف في المنطقة، ذلك أن المغرب هي المنافس الرئيسي للجزائر هناك. أصبح المفاعل النووي الجزائري قضية رأي عام في واشنطن بعد أن أشار الصحفي بيل جيردز في مقالة بصحيفة واشنطن تايمز الصين تساعد الجزائر على تطوير أسلحة نووية إلى تقرير أرسلته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، كشف أن الصين مستمرة في بيع صواريخ باليستية وتمد دولا في العالم مثل باكستان، إيران، سوريا وليبيا بأسلحة متطورة، وأن هناك أصواتا في البيت الأبيض اعترضت على قيام CIA بتقديم مثل هذه المعلومات إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي، لأن من شأن تلك المعلومات إحماء المعارضة داخل الكونغرس لجهود الرئيس جورج بوش الأب الخاصة بتحسين العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الصين.
إدارة الرئيس بوش الأب أرادت في ذلك الوقت التيقن من أن الصينيين سيعملون على التحقق من أن المفاعل النووي الجزائري لأغراض الطاقة المدنية فقط. كانت الولايات المتحدة قلقة من عدم إشراف الصين فعليا على التكنولوجيا التي ترسلها الجزائر، وأرادت التأكد من أن هذه التكنولوجيا ستستعمل لأغراض مدنية لا عسكرية. بعتقد هذه التسريبات كانت للمزيد من الضغط على جورج بوش الأب باتجاه دعم إسرائيل أكثر وأكثر، وخاصة أنه بهذيك الفترة بلغت المساعدات والمنح الأمريكية لإسرائيل حد غير مسبوق. هي من ناحية. من ناحية الثانية كانت تباشير أو بدايات حرب الخليج الأولى ضد العراق بدأت تلوح في الأفق، فكل هالعوامل هيدي ليشكلوا ضغط على بوش الأب باتجاه دفعه باتجاه الحرب، وهذا كان كلياته من تخطيط تيار المحافظين الجدد المتعاون مع اليمين المسيحي المتطرف ومع اللوبيات ومع الشركات العملاقة، شركات الأسلحة وغيره وغيره، اللي تستفيد من بيع الأسلحة وتستفيد من إعادة الأعمار وغيره. كانت الحكومة الجزائرية قد قامت في 10 من أبريل نيسان وقبل يوم واحد من نشر قصة الواشنطن تايمز بطرد الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في الجزائر ويليام كروس باعتباره غير مرغوب فيه، بعد أن وجد وهو يقوم بالتقاط صور بالقرب من موقع المفاعل. ويوم 29 من أبريل نيسان عام 1991 صدرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية وقد تصدر صفحتها الأولى العنوان التالي: الصين تساعد الجزائر على صناعة أول قنبلة ذرية عربية، وإن كانت لم تشر إلى موضوع طرد الملحق العسكري البريطاني. Il n'est pas surprenant qu'un attaché militaire ait des activités qui... ليس مستغربا أن يقوم ملحق عسكري بعمليات جمع المعلومات عن مبان ومنشآت علنية أو سرية، فهذا جزء من وظائف الملحقين العسكريين. الغرب دائما بيلجأ لأفراد بيكلفهم بمهام ما بيقدروا يحققوها عبر الأقمار الصناعية وغيره وغيره. من ضمنها هيدي المهام اللي كلف فيها المستشار العسكري البريطاني، واللي فعلا ضبط وهو عم يقوم بتصوير مناطق لها علاقة بالمفاعل النووي الجزائري، وهذا يعتبر انتهاك للسيادة الوطنية الجزائرية وخروج عن العلاقات الدبلوماسية الدولية وعن دوره وعن نشاط المفروض يقوم فيه. إذا الجزائر وقت قامت بطرد المستشار العسكري البريطاني عنده حق مشروع، لأنه خرق السيادة الوطنية الجزائرية، ولأنه أيضا انتهك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. لماذا إنجلترا تهتم بالبرنامج النووي الجزائري؟ هما في حقيقة الأمر لسببين. السبب الأول هو تواجد بريطانيا في حوض الأبيض المتوسط بحكم تواجدها بجبل طارق، هذا واحد. ثانيا لأغراض اقتصادية، أنه حتى بريطانيا تريد أن تكون لها نصيب من صفقة البرامج النووية في الجزائر. بعدما نشرته صحيفة الواشنطن تايمز بأيام، وفي 14 من أبريل نيسان عام 1991 صدر أول رد فعل جزائري، وتمثل في تصريحات أدلى بها الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر وقتها إلى وكالة الأنباء الجزائرية، تؤكد تعاون الصين في برنامج الجزائر النووي وتشدد على الأهداف السلمية له. وفي اليوم نفسه وداخل مكتبه بالسفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة، جلس السفير كريستوفر روس يكتب رسالة إلى الخارجية في واشنطن يلخص في بدايتها أول رد فعل جزائري قائلا: أكد الجزائريون صحة التعاون الصيني الجزائري في مجال التكنولوجيا النووية، وأثبتوا أن هذا التعاون يسعى إلى أغراض سلمية. وبالرغم من أن تغطية الصحافة العامة محدودة، إلا أن تعليقات المقالات الافتتاحية
جنحت إلى استنتاج الأسوأ حيال ما تردد في الولايات المتحدة من معلومات رأت التعليقات أنها تعبر عن رغبة أمريكية لفرض عقاب على الجزائر نظرا لمواقفها المستقلة تجاه قضايا مثل العراق والصحراء الغربية وفلسطين. ثم يعود إلى تعليقات الصحف وأجهزة الإعلام الجزائرية التي تحدثت عن مؤامرة أمريكية للضغط على الجزائر قائلا إن تلك التعليقات تطرح مقارنات تخلص إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة لا تطيق حصول العرب على تكنولوجيا عسكرية متقدمة، وأن الجزائر بمواقفها تجاه قضايا مثل فلسطين والصحراء الغربية تعد المعقل الأخير لكرامة العرب. الجزائر رفضت تأييد التدخل الأمريكي ضد العراق، فمن أجل عقاب الجزائر أثاروا هذا الملف للضغط عليها. وفي ذلك الوقت يعني الحجج يعني كانت ضعيفة جدا، ما كانش فيه يعني حجج قاطعة تثبت أن الجزائر تنوي صنع قنبلة ذرية. وقتها بالتسعين كانت الجزائر عضو بمجلس الأمن الدولي، وعارضت ورفضت التصويت على أي قرار يسوغ الحرب ضد بلد عربي اللي هو ضد العراق يعني. فبالتأكيد الأمريكان كانوا منزعجين جدا من الموقف الجزائري، وكانوا بيريدوا أن كل الناس تمشي معهم، يلا خذوا قرارات واتركوا الباقي علينا. الجزائر عارضت ورفضت أنه توافق على مقررات تسوغ الحرب ضد العراق تحت أي مبرر. أظن أن تحفظ الجزائر على دعم العملية الدولية المتعددة الأطراف خلال عملية عاصفة الصحراء ضد الكويت كان قد خلق جوا متوترا بين أمريكا والجزائر، لكن علينا أن ننظر إلى الواقع من زاوية أخرى. لو كانت الجزائر حليفا أو صديقا لأمريكا لحاولت واشنطن تسوية هذه المعضلة وحل الخلاف حول طبيعة مفاعل عين وسارة بأسلوب دبلوماسي أهدأ. لم تكن حرب الخليج هي دافع الولايات المتحدة إلى معاقبة الجزائر. أظن أنه كان لدى أمريكا سبب مهم للقلق، وهو انتشار الأسلحة النووية. ولكن لو كانت الجزائر حليفا أو صديقا للولايات المتحدة ما انفجرت تلك القضية وخرجت إلى العلن. منذ أن بدأ الجدل السري داخل مجتمع الاستخبارات في واشنطن حول صور الأقمار الصناعية الخاصة بمرافق المفاعل النووي الجزائري، كان هدف الخارجية الأمريكية هو حث الجزائر والصين عبر الجهود الدبلوماسية الأمريكية وغيرها على الاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لتطبيق معايير وضمانات الوكالة الخاصة بالبرامج النووية. يتبين من هذه الوثيقة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كان قد أدلى يوم 30 من أبريل نيسان في بكين ببيان رسمي حول المفاعل النووي في الجزائر، جاء فيه أن الصين والجزائر وقعتا في فبراير شباط عام 1983 معاهدة للتعاون النووي وافقت بموجبها الصين على تزويد الجزائر بمفاعل الماء الثقيل لأغراض البحث، وأن قوة المفاعل صغيرة جدا حيث تم تصميمه بقوة قدرها 10 ميجاوات، وتصل قدرته الحرارية إلى 15 ميجاوات كحد أعلى. ومن غير الحقيقي أبدا المزاعم التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام الغربية القائلة بإمكانية استعمال المفاعل لتصنيع سلاح نووي. كذلك أوضح بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أن الصين وقت توقيع المعاهدة مع الجزائر في العام 1983 لم تكن عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي لم تكن مسألة الخضوع لضوابط الوكالة وإشرافها مطروحة. ورغم ذلك طلبنا من الحكومة الجزائرية التعهد بأن يتم استعمال المفاعل فقط للأغراض السلمية، وقد تعهدت الحكومة الجزائرية بذلك صراحة. في أواخر الثمانينيات أدركت الصين ضرورة علاقتها مع الولايات المتحدة من أجل مصالحها،
لا بد لها هنا من أن تتبع سياسة مختلفة وحريصة تناسب دولة كبيرة كالصين في مجال انتشار الأسلحة النووية. الجزائر وقتها مثل ما بنعرف كانت عم تمر بمرحلة داخلية شوي عصيبة، كان في عمليات مسلحة وإلى آخره. فبعتقد الجزائر كمان هدت من الأجواء شوي، لأن هي أصلا ما عندها طموح بهيديك المرحلة أنه تعمل مفاعل نووي للأغراض العسكرية. هي مفاعل نووي للأغراض السلمية، البحث العلمي لتطوير الطاقة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهيدي مسألة مشروعة. بعتقد ممكن الجزائر تكون وقتها قدمت ضمانات للدول هي أنه هي مفاعلها فعلا للأغراض السلمية ولا يتعدى هذا الإطار، وأنه طاقة حتى المفاعل النووي لا يمكن أنه تتجاوز هذا الإطار السلمي للمفاعل النووي. في سياق الجهود الدبلوماسية للخارجية الأمريكية داخل الجزائر، جرت مباحثات بين السفيرين الأمريكي والصيني في العاصمة الجزائرية يوم 22 من مايو أيار حول الطبيعة السلمية للمشروع النووي الصيني الجزائري. قال السفير الصيني إن المفاعل يمكن أن يستخدم لتوليد الطاقة، لكن هذه الاحتمالية تعتبر بعيدة، ووصف ما تتناقله التقارير الإعلامية الأمريكية بأنه غير دقيق. وفي يوم 28 من الشهر نفسه، وعلى مدار ما يقرب من ساعتين، تابع الجزائريون وعلى شاشة التلفزيون الوطني الجزائري فيلما تسجيليا عن مفاعل السلام النووي مفاعل عين سارة، تضمن لقطات داخلية وخارجية للمفاعل ومقابلات مع المدراء والعلماء العاملين فيه. وداخل مقر السفارة الأمريكية تابع السفير روس عرض الفيلم. جلس السفير إلى مكتبه يخط رسالة عن محتوى الفيلم إلى الخارجية الأمريكية في واشنطن، أنهاها بتعليق يقول فيه: عرض هذا الفيلم يعد سابقة لشفافية غير معهودة، لكنها ليست عفوية، وتعد جزءا من حملة مضادة لحملة التقارير الغربية. أولا، ليس لدى الولايات المتحدة الكثير من الأخبار عن الجزائر في أي وقت، لأنها نادرة جدا، ومن ثم فإن هناك القليل فقط من الأخبار عن البرنامج النووي الذي قد يكون قيد التطوير في الجزائر. دعنا نحدد منظورنا هنا. من وجهة نظر أمريكية، فإن الجزائر نادرا ما تكون في الأخبار هناك، وربما تكون لدى الجزائر أيضا وجهة نظر مماثلة. لا أستطيع الحديث عن ذلك، فهناك اهتمام أكبر بمتابعة ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا طبعا. Lorsque cette affaire a éclaté, les médias algériens عندما انفجرت هذه القضية، اعتبرت وسائل الإعلام الجزائرية أن الضغوط الأمريكية والغربية كانت مرتبطة بموقف الحكومة الجزائرية من القضايا الدولية الكبرى مثل القضية الفلسطينية. أعتقد أن تلك الأفكار لم يكن لها أساس. أعتقد أن هناك شيئا من جنون الارتياب فيها. فالحقيقة هي أن الولايات المتحدة وكذلك الدول الغربية بنسبة أقل لم ترغب في انتشار التكنولوجيا النووية العسكرية، بل ترغب في أن توقع جميع الدول على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. بالفعل كانت هناك ضغوط على الجزائر في هذا الصدد، لكن لم تكن تلك الضغوط مرتبطة بمواقف الحكومة الجزائرية، بل كانت مرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية. تشير الوثائق إلى أن الجدل داخل الكونغرس بدأ يوم 17 من أبريل نيسان عام 1991 واستمر حتى نهاية يوليو تموز من العام نفسه، ودار حول استجواب قدمه السيناتور جوزيف بايدن عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى ماري أن كيسي مسؤولة التحليل الإقليمي في إدارة الأبحاث والاستخبارات في الخارجية الأمريكية ذلك الوقت، ثم أصبحت بعدها بوقت قصير سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر،
وقد خلفت السفير كريستوفر روس من العام 1991 وحتى عام 1994. دار الاستجواب حول المسألة النووية والصين. يتبين من الوثائق أن الاستجواب داخل الكونغرس بدأ بسؤال من السناتور جوزيف بايدن حول الغرض من المفاعل النووي الجزائري، وما إذا كانت ماري آن كيسي وبصفتها ممثلة لوزارة الخارجية تتفق معه في أن هذا المفاعل النووي حتى إن لم يكن بحد ذاته قادرا على إنتاج مواد تسليح نووي يعتبر مؤشرا واضحا على رغبة الجزائر في الحصول على أسلحة نووية. أوضحت ماري آن كيسي في ردها أن الإدارة الأمريكية لم تتوصل إلى استنتاج بأن المساعدة النووية التي تقدمها الصين إلى الجزائر هي لأغراض تطوير أسلحة نووية. لقد كان من الصعب السيطرة على كوريا الشمالية، وهي دولة ذات اقتصاد ضعيف جدا. اقتصادها ضعيف جدا، ولكنها تمكنت من امتلاك قدرات نووية. المسألة هي: هل ترغب الجزائر فعلا في امتلاك قدرة نووية؟ فإذا رغبت دولة ما في امتلاك قدرة نووية فقد تتمكن من الحصول عليها. يعني بالنهاية الغاز الجزائري هو آيل للنضوب، والبترول الجزائري آيل للنضوب. اللي بيبقى للبعد الاستراتيجي واللي بيحفظ أمن الجزائر وأمن أي دولة عربية هو الطاقة النووية السلمية اللي بتقدر تحلي مياه البحر. الجزائر عندها مشكلة مياه أيضا. بتقدر تعمل الطاقة الكهربائية، بتقدر تدير المصانع العملاقة اللي عم تبنيها الجزائر. وهيدا حق مشروع لكل دولة أنها تمتلك الطاقة النووية للأغراض السلمية. كمان بالنسبة للجزائر ما بننسى أنه المفاعل النووي للأغراض السلمية بيدخل بإطار تهيئة كوادر علمية بجانب التقني، الاستفادة منه بالعلاج بالمستشفيات. يعني الطاقة النووية مش محصورة بقنبلة نووية وبس، هو له امتدادات واسعة تبتدئ من تحلية مياه البحر للكهرباء للمشافي للتعليم لكل المجالات. فامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق مشروع للجزائر ولكل دولة عربية بشوف أنه هي رايدة تمتلك هذه الطاقة. لم يتوقف الحوار داخل الكونغرس، وفي 29 من يوليو تموز بعثت الخارجية الأمريكية بتقرير من 6 صفحات إلى عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تعرض تطورات المشكلة النووية الجزائرية. يتبين من هذه الوثيقة أن التساؤلات حول برج التبريد ظلت قائمة إلى أن تتفاوض الجزائر حول الضمانات مع الوكالة الدولية وتمدها بالمعلومات التقنية حول المفاعل. وعن الإجراءات الدفاعية القائمة حول موقع المفاعل جاء في الوثيقة أن هذه الإجراءات تزامنت مع عملية عاصفة الصحراء حرب تحرير الكويت، وأنها أزيلت منتصف مارس آذار عام 1991 عقب انتهاء تلك الحرب. وفي هذا السياق تشير الوثيقة إلى ما وصفته بانقسام داخلي حول الصراع في الخليج وامتناع الجزائر عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد العراق. تشير الوثيقة أيضا إلى عدم وجود مؤشرات على وجود نوايا عسكرية للجزائر، ولكن هناك بعض الأحزاب التي تطالب بذلك. يعني الأحزاب الجزائرية الرئيسية اللي بنت فكرة أنه تمتلك الجزائر الطاقة العسكرية النووية، أنا بشوف أنه هي محقة بطلبها، لأن طالما نحن في منطقة فيها ترسانات نووية فمن حق أي دولة عربية أن تمتلك ترسانة نووية أو بداية سلاح نووي لتخلق نوع من التوازن بين الدول العربية وإسرائيل. تعالت بعض الأصوات، حقيقة تعالت بعض الأصوات، أحزاب كبيرة في آنذاك، أحزاب كبيرة تدعو الحكومة إلى البحث عن سبل إنشاء قنبلة نووية. ولكن في حقيقة الأمر كانت لأغراض شعبوية وانتخابية محضة. يعني في حقيقة الأمر الشعب الجزائري لا يحتاج إلى قنبلة نووية لردع أي خطر أو أي عدوان،
والدليل على ذلك الثورة الجزائرية. الشعب الجزائري بقوة الإرادة استطاع أن يخرج قوة نووية آنذاك واستقل. في يوم 25 من أبريل نيسان وداخل مكتبه في البيت الأبيض جلس ويليام سيتمان السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي يكتب مذكرة حول البرنامج النووي الجزائري. في هذه المذكرة طلب ويليام سيتمان من هذه اللجنة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية القيام بتقييم عاجل لكل المعلومات المتوفرة عن البرنامج النووي الجزائري وتقديم توصيات بشأن التحرك. وحدد 6 من مايو أيار موعدا للانتهاء من المطلوب وتقديمه. قبل أن يحل الموعد تلقى سيتمان رسالة من ستابلتون روي السكرتير التنفيذي في الخارجية الأمريكية تصف هذه الوثيقة البرنامج النووي الجزائري بأنه بدائي إلى حد ما، وتتمثل منشآته المركزية في مفاعلين للأبحاث، أولهما مفاعل حراري قامت بتوفيره الأرجنتين وهو في الخدمة منذ عام 1989 ويقع في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الجزائرية ويخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما المفاعل الثاني الذي أثار الجدل والاهتمام فقد حددت اللجنة التابعة لمجلس الأمن القومي الأمريكي موقعه بالقرب من مدينة عينوسارة على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، ووصفته بأنه مفاعل وصلت أعمال بنائه إلى مرحلة ما بين المتوسطة والمتقدمة، ويتم تشييده بمساعدة صينية بموجب اتفاق تعاون بين الصين والجزائر يعود تاريخه إلى عام 1983. وبالإضافة إلى ذلك تشير الوثيقة إلى أن موقع المفاعل يشهد حاليا تشييد منشأة عميقة تحيط بها حوائط سميكة، ويبدو أن هذه المنشأة قد تتيح في المستقبل إمكانية إعادة معالجة الوقود النووي أو تخزين المخلفات أو إجراء تطبيقات بحثية خاصة بالنظائر المشعة. إلا أن أبراج التبريد في الموقع تبدو مناسبة للعمل الذي يقوم به مفاعل كبير قد تصل قدرته إلى 50 ميجاوات. ومن منتصف يناير عام 1991 إلى منتصف مارس من العام نفسه ظل هذا الموقع تحت حماية المدفعية المضادة للطائرات وجهاز رادار للإنذار المبكر. Tout indique, y compris la taille des tours de refroidissement. يشير الوضع بما فيه حجم أبراج التبريد إلى أن المفاعل كانت له قدرة أعلى مما يبدو. إذن تشير جميع الأدلة إلى أن هذا المفاعل صمم من أجل تسهيل عملية صناعة البلوتونيوم لأغراض عسكرية. بعض المحللين ذهبوا إلى أن أبراج التبريد في الموقع كبيرة جدا بالنسبة إلى مخرجات المفاعل، كما كان هناك مبنى غير مكتمل بالقرب منه بدا كأنه مرفق لمعالجة الوقود. إضافة إلى ذلك، لماذا تنشر الجزائر دفاعات جوية روسية؟ وإذا كان موقعا مدنيا فلماذا احتاج إلى دفاعات عسكرية؟ كل دول العالم تحيط كل منشآتها الاستراتيجية، إما تكون نووية أو سدود أو أي كان من منشآت مهمة بدفاعات لسلامة الوطن والمواطن. لماذا تتم حماية موقع عينوسارة بالدفاع الجوي؟ تقول الجزائر إن السبب هو خوفها من تدخل عسكري غربي، ففي ذلك الحين كانت الولايات المتحدة قد نفذت عملية عاصفة الصحراء ضد العراق. لذا يمكن أن نعد تطبيق الجزائر لهذه التدابير الوقائية إجراء شرعيا. ربما هذه هي الحقيقة. ربما كانت الجزائر تخشى بالفعل تدخلا عسكريا أمريكيا. الأمر اللافت هو أنه لم يكن من المعتاد حينذاك وجود حماية جوية لمفاعلات نووية مدنية.
كانت الحماية تتم سابقا للمفاعلات العسكرية فقط. إذن إعلان الخوف من حدوث عملية عسكرية أمريكية كان بمثابة تأكيد أو شبه تأكيد للطبيعة العسكرية لمفاعل السلام. حدد تقييم لجنة تنسيق سياسات مجلس الأمن القومي الأمريكي هدف واشنطن في تعاملها مع المسألة النووية الجزائرية في أمر أساسي هو ضمان عدم استخدام البرنامج النووي الجزائري إلا لأغراض سلمية، وخضوعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية خضوعا كاملا. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف جاء في هذه الوثيقة أن واشنطن شجعت الجزائر على بدء مشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان تطبيق الضمانات على مفاعل عين وسارة على وجه السرعة، اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن كامل برنامجها النووي له طبيعة سلمية ويخضع خضوعا كاملا للضمانات الدولية، والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصف ذلك إثباتا ملموسا لالتزام الجزائر بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستعدادها لإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الدولية. تشكيك في مصداقية يعني توجه السلمي لهذا البرنامج هو يدخل في باب تطورات العلاقات الدولية، وعندما يريد الغرب أن يضغط على بلد من البلدان يتهمه بتحضير قنبلة نووية مثل ما حصل مع العراق. هل ترغب الجزائر فعلا في امتلاك قدرة نووية؟ فإذا رغبت دولة في امتلاك قدرة نووية فقد تتمكن من الحصول عليها، ونعلم أن دولا أخرى كانت لديها برامج نووية وأوقفتها، لكن المشكلة تكمن في أنه إذا رغبت دولة ما في امتلاك سلاح نووي فستشهد الولايات المتحدة عندئذ وقتا عصيبا في محاولة منع تلك الدولة من ذلك. ليست لدى الولايات المتحدة سيطرة كاملة، ولذلك تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى لمنع الجزائر أو أي دولة أخرى من الانخراط في تطوير أسلحة نووية. وإيران هي المثال الأفضل، فلدينا مجموعة الاتصال في الأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا التي تعمل مع الإيرانيين في محاولة منعهم من امتلاك الأسلحة النووية، وهذا يتطلب إعطاء إيران ضمانات أمنية بأنها لن تتعرض لهجوم من أحد. وإذا كانت الجزائر ترغب في امتلاك أسلحة نووية يجب أن يحدث الشيء نفسه معها، وعلينا أن نتفاوض لنبين للحكومة الجزائرية أنها ليست بحاجة إلى أسلحة نووية. تكشف هذه الوثيقة النقاب عن أن واشنطن تسعى إلى تحقيق هدف آخر يتمثل في زيادة المعلومات التي لديها حول قدرات الجزائر النووية ونواياها، وذلك باستخدام القنوات الدبلوماسية بالتوازي مع القنوات الاستخباراتية. وأن واشنطن حاولت إقناع 7 دول أخرى هي فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال واليابان بممارسة نفوذها على الجزائر لضمان تحقيق الأهداف الأمريكية تجاه المسألة النووية الجزائرية. كانت فرنسا في مقدمة الحلفاء، لكنها لم تتوجه مباشرة إلى الجزائر بل توجهت إلى الصين. في 2 مايو أيار عام 1991 تلقت الخارجية الأمريكية من سفارتها في باريس تصريحات أدلى بها رولان دوما وزير الخارجية الفرنسي في اليوم السابق إلى وكالة الأنباء الفرنسية، طالب فيها بضمانات حول المفاعل الجزائري. اتفاقيات التعاون النووي لا تنشر دائما، وهي تعلن بشكل عام عندما تكون مدنية فقط. إذن سرية هذا الاتفاق جزئيا أو كليا تعود إلى الرغبة في إخفاء بعض الأمور. من المعروف عالميا أن المراكز النووية هي مراكز ترتدي طابع خاص وحساسية خاصة. كل دول العالم تمتلك مراكز نووية سرية وتحيط بحماية مكثفة
يعني إمكانيات فوق العادة، لأن مكلفة ولأن مخاطرها إذا استهدفت تؤدي إلى تدمير البيئة اللي حولها وعلى بعد مئات الكيلومترات. إذا إحاطة أي مفاعل نووي بالسرية لا يعني بالضرورة أنه هذا لأغراض عسكرية، بالعكس هو نوع من الحفاظ على الأمن الوطني والحفاظ على سرية التوجه الصناعي بالمجال الطاقة النووية. وهذه كل الدول العالم تلجأ لهذا الأسلوب، الحفاظ على سرية مواقعها النووية في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول العالم. ويتبين من وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية إلى الخارجية في واشنطن في اليوم نفسه أن الوزير الفرنسي قام بزيارة عاجلة إلى بكين، وأجرى محادثات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين حول المسألة النووية الجزائرية والتعاون الصيني في هذه المسألة. تتابع السفارة في هذه الوثيقة تعليقات بعض الصحف الفرنسية على تصريحات رولان دوما، وتنقل عن صحيفة ليبراسيون في 2 مايو أن وزير الخارجية الفرنسية وجد تلك الضمانات كافية في الوقت الحالي، وأن رئيس الوزراء الصيني بينغ قال للوزير الفرنسي إن الجزائريين وافقوا على طلب جمهورية الصين الشعبية بوضع المفاعل تحت شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.